السلام عليكم. لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس عشان تتابع كل جديد، وانزل اعمل لايك للفيديو عشان تدعمني. ويلا نبدأ مع أول حلقة من مسلسلات كوفيد 25 اللي هيكون أقوى مسلسل في سنة 2021 في رمضان. بيبدأ المسلسل أحداثه سنة 2025 وبيكون في فيروس جديد بينتشر عالميا، وهو تطور فيروس كورونا والوصول للدماغ البشرية. ويظهر الدكتور ياسين المصري في أحد شواطئ الغردقة وهو بيصور لايف وبيناقش متابعينه في ظواهر وفيديوهات غريبة منتشرة في الأيام الأخيرة. وفجأة يظهر راجل بينزل البحر ويغرق نفسه، ويجري الدكتور ياسين وينقذه، ويتفاجئ من أحد المتابعين ليه على اللايف بيقول له ان اللي حصل ده مفبرك او فيك. قفل اللايف وزعل ورجع بيته عادي، وقابل جارته وزوجها وسألته ايه اللي كان بيحصل في الشاطئ دوت. فقال لها ان كان واحد بيغرق وهو انقذه. ولقى جوزها بيقول له كلام متكرر: محدش بياخد اكتر من نصيبه، محدش بياخد اكتر من نصيبه. فما خدش الدكتور في باله ومشى. نيجي بقى لنقاش بين الدكاترة في المستشفى، وبيتكلموا عن حالة غريبة جت لهم، وكان بيشتكي من شوية صداع. والموضوع اتطور جدا وساء حالة المريض، ومش قدامهم غير الاستعانة بالدكتور ياسين وقتها. ويظهر الدكتور سيف انه مش بيحب الدكتور ياسين، وانه بيلوم عليه، وانه كان سبب في موت ابنه علي اللي كان مصاب بفيروس كورونا من 5 سنين. والمفاجأة ان الدكتور اتصل بيهم واهتم بحالة المريض اللي عندهم، وهو رايح المستشفى تجيله طليقته نهال ومعاها بنتها ليلى، وطلبت منه انها تسيب ليلى عنده عشان عندها شغل في الاسماعيلية. فرد عليها انه مشغول وعنده حالة في المستشفى بيتابعها. وبدأ بينهم حوار حاد بسبب عدم اهتمامه بأولاده ليلى وبلال، واهتمامه الكامل بفيديوهات اليوتيوب. ولكنها أصرت انها تسيب ليلى عنده ومشت. وهو قاعد بيتابع رد فعل متابعينه عليه، بعت له واحد فيديو لواحد بينط من فوق برج القاهرة، ولقى فيديوهات كتير فيها حاجات غريبة بتحصل من الناس في مصر. وياخدنا المشهد لتلاميذ الدكتور ياسين وهم بيتكلموا عن الفيروس اللي اتكلم عنه، وهم في حالة تعجب واستغراب. وقتها الدكتور ياسين بيبحث في الموضوع من أول ما بدأ فيروس الكوفيد 19 والمكاسب الطائلة اللي حققتها شركة الأدوية المصنعة لمصر. وجاء في باله المحاضرة اللي كان بيتكلم عن تطور الفيروس مستقبليا، وإنه لو وصل للدماغ هيغير في تصرفات البشر وهيغير في ملامحهم وهيكون مختلف تماما. ويروح بينا المشهد لطليقة الدكتور ياسين اللي كانت بتشتغل صحفية، وكانت بتغطي حادث واحد قتل أخوه. وهي في عربيتها شافت حاجة غريبة، ست بتبص لنفسها في مراية عربيتها ومش بتتحرك. ياخدنا المشهد للدكتور ياسين كان مصر انه يروح المستشفى ويشوف الحالة الغريبة اللي هناك. فاخد بنته ليلى ووداها لجارته فريدة، وقال لها كام ساعة هيروح بس المستشفى وارجع تاني اخدها منك. وهو بيكلمها سمع حاجة بتتكسر جوه الفيلا، فما خدش في باله ومشى. واخدنا المشهد لحوار دار بين عائلة الدكتور سيف اللي مش بيحب الدكتور ياسين، وكمان بيحب طليقته وعايز يتجوزها مع رفض امه للجوازة دي. ونتفاجئ كمان ان اخته كان عينها من الدكتور ياسين. وهنا الدكتور ياسين راح شركة الأدوية من شركات اللي كان بيعمل فيها محاضرة، وكان عايز يقابل الدكتور سعد صاحب الشركة، لكن توقفه تلميذة من تلاميذه اسمها شروق، وبتقوله انها كانت عايزة توصله عشان تقوله ان الشركة بتعمل لقاح لفيروس لسه مش موجود، وانه بيتصدر لبره اول باول، وان في 8 فروع بتنتج نفس اللقاح. وتفاجئ جدا الدكتور من كلامها، ولكن يقطع كلامهم الدكتور سعد وياخد الدكتور ياسين عنده المكتب. وبدأ الحديث بينهم عن الفيروس الافتراضي اللي كان بيتعمل عليه أبحاث عنه في الشركة. والدكتور سعد قال له إنهم أنقذوا العالم باللقاح اللي عملوه في كوفيد 19، وإن واحد منا أنقذ العالم. لكن رد عليه ياسين وقال له أنت قصدك إن أنا اشتركت معاك في تصنيع فيروس مميت. وقال له إزاي كنتوا تعرفوا إن في فيروس خطير هينتشر عشان تصرفوا الملايين دي وتصنعوا اللقاح، عشان كنتوا متأكدين ان فلوسكم هترجع اضعاف مضاعفة. وقال كمان انكم هتكونوا سبب في انتشار فيروس مميت عمر البشرية ما هتشوفه. وهو ماشي من عنده وسايق عربيته يخبط غراب ازاز العربية، ويستغرب من اللي حصل، وينزل يلاقي الغراب شكله غريب وميت. ويجي مشهد الدكتور سيف مع طليقة الدكتور ياسين، وهو بيلوم الدكتور ياسين على أفعاله وإنه اتجنن وبيعمل فيديوهات بيقول فيها إن في فيروس جديد هينتشر. ويروح الدكتور ياسين المستشفى ويقابل الدكتور ناصر صاحبه، وفاجئه إن الحالة اللي كلموا عنها ماتت الصبح،
والسبب طعنات بالحقنة كتير في ايد المريض، وسببها الممرضة، وكانت في حالة غريبة وفاقدة للوعي. سألوا عنها وقال له عايز أبص عليها، ويتفاجئ بالدكتور سيف يقابله ويتريق عليه وبيقول عليه مجنون. ويدخل الدكتور ياسين على الممرضة وقال إن الممرضة اتعادت من الحالة، وكانت في حالة من الشلل وما كانوش عارفين اتعادت ازاي من الحالة. وتفاجئ كمان ان العدوى مش بتتنقل من اللمس والتنفس ولا الاكل ولا المية. ويدخل فجأة مدير المستشفى ويلوم الممرضة، وكانت ثابتة على جملة واحدة، ان المريض اللي في الأوضة 63 فاق يا دكتور. وقتها جاء في بال الدكتور ياسين الموضوع الجملة المتكررة، وربط الأحداث ببعض، وافتكر زوج جارته فريدة كان بيعمل كده لما قال له محدش بياخد أكتر من نصيبه، وطلع جرى وخاف على بنته ليلى لا يكون جرالها حاجة من الراجل ده. وينتهي الحلقة على الراجل ده وهو ماسك سكينة ورا بنته ليلى. يا رب تكونوا استمتعتم، ما تنسوش اللايك. سلام.